داخلين معركة حتمية، لأننا لا نقبل بما يوقع علينا من شروط. في السويس وبالتحديد يوم 24 أكتوبر 73 اتكتب ملحمة في حي الأربعين. أهل السويس ما استسلموش، بالعكس كانوا كل دقيقة بيولعوا الشارع نار في وش العدو. وبعد 52 سنة من ملحمة السويس الباسلة كان لازم نزور المدينة ونشوفها في 2025. يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت. Well, how are you doing from here? In Suez, we are from Suez itself. I'm from Garib, Suez. This area is one of the oldest places in Suez. And today we are standing on Al Khayal Street. And as a young person from Suez, I tell you, Suez is not just a city for us. Suez is life. سويسي هتلاقيه مش هيعرف يعيش الا جوه السويس. اتربينا وعشنا جوه السويس. عايز اقول لك الحمد لله الواحد من الشباب المجتهده جدا جدا جدا، ومن اكتر البلاد اللي بتخش القلب. مجرد ما تخش السويس انت حتى لو مش من السويس ودخلت السويس هترتاح فيها. وهي على راي المثل اسمها بلد الغريب. ليه بقى بلد الغريب؟ لان حتى الغريب بيحس ان هي بلده. لو سالت اي شاب سويسي هتلاقيه بيقول لك السويس بالنسبه لي النفس اللي بتنفسه. التاريخ مش مجرد حكاية، التاريخ دم وصمود. ما تنسانيش تدعمني باللايك والشير والاشتراك.